كان لنا أستاذ رحمه الله ورضي الله عنه اسمه سيدنا الشيخ موسى شريف، وكان يفسر لنا هذه الآية، وكان رجلا له مدد من الله. كنا نذاكر دروسنا قبل أن نحضر، فإذا ما ذاكرنا الدروس وقفت بعض القضايا أمامنا ما نقدرش عليها، فكان رضي الله عنه يشعر بذلك فينا ويصطفيني دون إخواني اللي موجودين دلوقتي، الشيخ حسن جد والدكتور الخفاجة وأبو العينين وكله، ويناديلي يقول لي ازاي مذاكرتكم امبارح؟ فاقول له والله كنا بنذاكر ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، انما بقى في حتت كده عايزين نبقى يعني نناقش فيه. كان علم من ابي اسم امي، فكان يناديني بيني وبينه بها، فقال لي يا ابن قدم، فقدمت له كده، فراح ضربني على ايه؟ على قفايا. الضرب على قفايا دي ازاي تيجي القضيه اللي احنا كنا واقفين فيها تنحل في هذه الضربه؟ انت عارف حكايه الزغوطه لما تيجي الواحد وواحد يضربه كده اهو زيها كده. وبعد ذلك حينما تكلمنا وجاب لنا سيره سيدنا عثمان بالقصه اياها دي، جه تاني يوم قال يا ولاد سيدنا عثمان شفناه الليله بحيائه، فأنا قلت له كيف تستأمن لرجل قال في رسول الله كذا وكذا 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 وكذا؟ فقال لي ألا تعلم أن الله يحب من تاب؟ فقلت لرسول الله، وما قالش أنا شفت رسول الله، ما الذي جعلك تقبل شفاعة عثمان؟ فقال لي يا أولاد ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يبقى إذن بطبيعة النبي عنده إيه؟ عنده الحياة. نعم يا سلام، رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. ومن يعص